السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله كامل تكونوا بخير. جيتكم اليوم بوصفه بزاف بنينه اللي هي كراتان السلق. يجي خفيف ماشي ناشف، بزاف هايل، اكيد راح يعجبكم. نروحوا نشوفوا كيف المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. في مقلاة نديروا ملعقه كبيره مارغرين، نديروا معها 3 ملاعق كبار تاع الزيت، نحط عليهم ملعقه كبيره طماطم مصبره، نقلي هذيك الطماطم في الزيت والمارغرين. كما نعرفوا الطماطم المصبره كي نقلوها راح تزيد تمد بنه مميزه في الاطباق تاعنا، راح تجي بزاف بنينه. هنا زدت عليهم كميه تاع صدر الدجاج كنت رحيته، انا رحيت هنايا ربع صدر تاع الدجاج وجاتني كميه ما شاء الله، جاني زاكي. وانتم على حسب افراد العائله تاعكم ولا على حسب واش متوفر عندكم، دوك ماشي شرط ديروا كيما درت انا. نحل هذاك الدجاج هكذا في لاصوص تاعي، نحاول كيفاش نحيولو كامل هذوك الكوتل هكذا، نحركو حتى يتشرب لنا هذاك الدجاج كامل هذيك لاصوص. هنا نجو نتبلوه، نديروا له شويه تاع الملح، فلفل اسود، كمون، وتوابل الدجاج. نحركو كلش كيف حتى هذاك الدجاج يتشرب لنا كامل هذوك التوابل. حتى نحسو هذاك الدجاج تاعنا شرب كامل هذيك لاصوص هكذا او ناشف. هنايا نروحو نجيبو كميه من المعدنوس مقطع، نزيدوها له شويه من الفوق، ونزيدو نحركو شويه ونحو هذا الخليط نديرو في ريسيبيون، ونعاودو نجيبو نفس المقلاة باش نكملو فيها باقي الخطوات. هنايا في المقلاة نديرو 2 ملاعق كبار تاع الزيت، نجيبو حبه كبيره تاع بصل نكون قطعتها شرائح بهذا الشكل، نزيد لها حبه فلفل مقطعه شرائح. هي الا عندكم فلفل حار يكون افضل، انا هنا ما عنديش الحار، درت فلفل حلو. ندير لهم شويه برك تاع الملح ونخلوهم يدبالوا في الزيت. هنايا هم دبالوا لي الفلفل والبصل تاعي. هنا نزيد لهم حبه طماطم كبيره مقطعه مربعات صغيره، ونسكرفج عليها السنه تاع توم كبيره. اذا ما عندكمش سنه تروحوا من 2 حتى 3 سنات يكونوا صغار. نخلط كلش كيف ونخليها التكتوكه تاعي حتى تذوب، حتى تطيب لي مليح. نحوها وفي نفس المقلاة نزيدو نديرو الخطوه الاخيره، نديرو ملعقه تاع الزيت، نجيبو السلق تاعنا اللي كنت فورته، نديرلو شويه ملح ماشي بزاف غير شويه خاش تعرفوا السلق يجي مالح، ونديروا له شويه توم بودره، نقليه شويه في الزيت ومن بعد نضيف عليه هذاك الخليط اللي كنت وجدته تاع الدجاج. ونزيد عليه هذيك التكتوكه اللي كنت وجدتها، نخلط كلش كيف ونروح نحضر كريمه الجبن تاعي. هنايا نجيبو نص ريتله حليب، نزيد لها 4 قطع تاع الجبن مثلثات. هنا اللي عندها جبن مبشور شيدار ولا اي نوع تقدر تزيدو. صفار حبه بيض،
شويه تاع الملح، شويه توم بودره، اعشاب عطريه، 3 ملاعق ماشي مقببين مليح تاع النشاء مايزينا، وملعقه كبيره تاع مارغرين. نخلطوا كلش بارد في بارد، ومن بعد نشعلوا عليهم ونقعدوا مع التحريك المستمر حتى نشوفوها عقادت لنا وبدات تشكل لنا فقاعات. هنايا يبدا تعقد لي. هنا شكلت لي فقاعات. هنايا نطفي عليها. هنا نحتاجوها تكون شويه سائله هكذا لاصوص تاعنا باش تمشي لنا فوق الكراتان تاعنا ويتشربها لنا. الا كانت ثقيله بزاف ما راح تجي مليحه. نروحو هنايا في المول اللي يدخل للفوق، نفرغوا شويه من هذيك الصلصه تاع الجبن اللي كنا درناها، ونديروا فوقها هذاك الخليط اللي كنا وجدناه، نسقموه مليح، ونكملوا باقي هذيك الكريمه تاع الجبن نكملوها كامل فوق هذاك الخليط، نسقموا لها مليح الوجه تاعها هكذايا. نمسحوا مليح المول تاعنا باش ما يتحرقناش في الفوق. هنايا ليكم الاختيار، دونك اذا حبيتوا ديروا جبن مبشور ديروا، حبيتوا ديروا جبن مربعات ديروا. انا درت هنايا تاع جبن تاع لي ساندويتش تاع لي تشيز كان متوفر عندي، استعملته. مدلي تحميره شابه للكراتان تاعي. يكون الفور تاعي مسخن من قبل، هو كلش راهو طايب، نخلوه برك ياخذ تجميره من التحت يتحمر الوجه تاعو، يمدلي هذيك التحميره الشابه، ونخرجوه. هم طبقات يبانو شابين. هذا هو الكراتان تاعنا، خدا تحميره شابه من الفوق. زيناه شويه بالمعدنوس، زينوه بوش كان عندكم. هنا نجيب لكم الصحن باش نقطع لكم تشوفوا كيفاش جا الداخل، جا مشرب معسل ما شاء الله. والبنه ما نحكي لكمش، نخليكم تجربوه وتخلوا لي تعليقاتكم لتحت في الكومنتار، قولوا لي اذا جربتوه كيفاش جاكم. ديجا هكذا راهو يشهي، ان شاء الله شهيتكم في الجنه. جربوها مليحه، سورتو للدراري اللي ما يحبوش ياكلوا السلق، هذا اكيد راح يعجبهم مادام فيه الدجاج وفيه الفرماج، وما ياكلوا حاجه صحيه. هذه هي. اذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تنساوش تحطوا لي جيم من لا فيديو ورايكم في لي كومونتير، وبارطاجيو مع اكبر عدد من الناس باش كامل ان شاء الله يستفادوا. واللي يدخلوا معنا جدد نقول لكم مرحبا بكم، ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش هكذا يوصلكم كل شيء جديد. نخليكم مع باقي الصور، نتلاقاو ان شاء الله في وصفات جديده. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.